الأقدار والظروف والأسباب اللي أنت مو حابها اليوم ومضايقتك ومزعلتك وقاعد تأفف، ترى في وراها خير وايد أنت اليوم ما تدري عنه. بس خلك واثق بالله. الأسباب إذا هيئت بإذن الله يكون الجبر وايد قريب، ورب العالمين ما يخذلك ويعطيك فوق ما تتمنى. كل اللي تحتاجه بس هو أن أنت تخلي ثقتك برب العالمين كبيرة، وتتأكد أن لو مهما صعبت عليك هذه الأيام بمهما ما كانت ظروفها ومشاكلها وتعبها، بالنهاية في نتيجة حلوة راح تطلع، نتيجة راح تنسيك المر كله، نتيجة راح تخليك تقول والله مستعد أمر بنفس الظروف 10 مرات دامنا بينجبر خاطري هالكثر. على كثر ما أنت تكون مصدق أنك تستاهل، وعلى كثر ما أنت تكون واثق برب العالمين، راح تشوف نتائج تخليك تبتسم ابتسامة فعليا أنت روحك محتاجتها، وتي من وراها التنهيدة الطويلة اللي أنت تدري أنك قاعد تنهدها بعد تعب طويل، وهذه التنهيدة تنهيدة راحة مستحقة حق قلبك وروحك ونفسك.